حاجة طيبة الحقيقة، اسمه على المسمى، قصتها مختلفة شوية عن تسلم. بقية القصص اللي احنا شفناها قبل كده. وقية المرضى. قصتنا مختلفة عن بقية المرضى. المية الزرقاء وصلت لنهايتها. صحيح فقدنا النظر نتيجة إن المية الزرقاء وضغط العين كان عالي، كان معدي ال 50، أعتقد إحنا كنا 55 تقريبا لفترة ايوه. طويلة لغاية، وده أثر شديدا على العصب البصري. ده نتيجة إن كان في مياه بيضاء متقدمة مضاعفة أدت إلى غلق الزاوية الداخلية للعين فترة طويلة وما اتعملتش. أدت في النهاية إلى إن الضغط يكون عالي لفترات طويلة جدا، فقدنا النظر، ما نشوفش النور وضلمة. بس المشكلة هنا كانت إن عينينا وجعانة جدا، صداع مستمر بشكل على طول، عينينا حمراء، متضايقين، مش عارفين ننام. فأنت اوصفي لي إيه اللي كان حاصل؟ انا اصلا كان عندي صباع النصف ده، وخفت من العمليه جد يعني. خفت من العمليه، اعمل العمليه البيضاء لدرجه اني وصلت المويه الزرقاء. خلاص. يلا بعد داك شنو يعني، فت لكم دكتور. واحد قال اشيل المويه الزرقاء واشيل المويه البيضاء. خلاص. يلا انا قلت كان حصلت لي يعني اعراض جانبيه من ده، يعني هل ممكن تقتل لي جذور العين عشان ما اتألم شديد؟ قال ما في كلام زي ده. خلاص مشيت خليته. واحد تاني قال داير يعمل عملية موية زرقاء، وخليته عملها بالليزر. ده كان بجراحة، وقلت جسمي ما استحمل جراحة لأني متألمة شديد شديد شديد. يلا عمل لي الليزر والضغط نزل شيء ما، وارتفع تاني في محله. خلاص. أنت كنت تعبانة إزاي وحاسة إزاي؟ أنا كنت تعبانة يعني درجة إني ما بقدر أرقد في السرير، بقعد على حيلي من الصداع، صداع نصفي، ومن العين ذاتها كنت تعبانة لدرجة بعيدة. لما عملوا لي العملية الأولى الدكتور الأول بدون ذكر اسمه، يعني والله ما قصر، لكن شنو بقيت شنو يومين ثلاثة برتاح، ويومين ثلاثة بتعب. لكن هسي الحمد لله بعد العملية الأخيرة دي، يعني من العملية الأخيرة ولشهر يمكن أنا يعني ألم يوم واحد وخفيف. أما حتى الألم حق العملية الأولى يختلف من ألم العملية الثانية، الحمد لله رب العالمين. يعني تاني هسي المواعيد الأخيرة دي، يعني أنا أخذت تقريبا كم 20 يوم، ولا يوم ما شعرت بحاجة، يعني لا شعرت بألم ولا سهر ولا نعرف ننام. الحمد لله رب العالمين. يعني من اتعملت العملية دي أنا قلت لك يوم واحد بس، هي كان لها شهرين كان أزيد، أنا يوم واحد وألم خفيف، يعني ألم ونمت معاه. الحمد لله رب العالمين. ويجزاك الله خير ويزيدك من فضله يا رب العالمين. ف يعني أنا قلت بس عملت عند الدكتور ده العملية عشان لأنه خدت لي احتياطي، إنه أنا قلت لو اتضايقت في أي لحظة بقوم شنو يعمل لي العملية بتاعت شنو يعني يكتر لي جذور العين. قلت خلاص المهم ده احتياطي. فالحمد لله يعني ما احتجت لحاجة زي دي، الحمد لله رب العالمين. أنا ما احتجت لحاجة زي دي، وجزاه الله خير ويزيده من فضله. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك. شكرا ليك يا ست طيبة. هو العفو يعني. عملنا كي بالليزر، والهدف منه إن احنا نقلل الضغط داخل العين. الهدف الأولاني للعلاج هو الحفاظ على العصب، وإذا ما كانش في الإمكان ده فهو الهدف الثاني إن احنا نعيش حياة مريحة، ما يكونش عندنا صداع مستمر بشكل على طول يؤدي بينا إن احنا مش قادرين حتى ننام. كي بالليزر كان مرة واحدة، احنا دلوقتي عند الشهر الحمد لله مفيش أي ألم، الضغط ممتاز داخل العين، الحمد لله على سلامتك. سلمك الله يا رب، تسلم.